لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني 956 لوانا كاين تفسير قرآني بيروز بيم وخزمتان بس رزامة رب العالمين وهوادان بإيوي آزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. بله خوش بس أكل آتي بيشو ترخواي قول فرموي أجر أوان وإن جنحوا للسلم فاجنح لا. أجر أوان كافران داواي سلم يانكر داواي مفاوضات يانكر داواي صلح يانكر أتوش فاجنح لها أتوش ميلة بلا بو أو صلحي يبيك لقاليان. بەڵام وەکو لە کۆتایی دەرسی ڕابردوو باسمان کەەوە عەبدوڕەحمان بن ناسر سەعید دەڵێ بەڵام ئەوەی کەوا جێگای مەترسیە ئینسان لێیان تەئمین نییە لەوەی دەرسێکەوە ئەو سولحەی دەکەن مەبەستیان خیداع بی هەڵخەڵەتاندین مسلمانان بی ئیتر لەسەر ئەساسەش خوای گەورە دەفەرمێ وئین یوریدوا ئەن یەخدەعوک ئەگەر مەبەستیان ئەوەیە بۆ سولحەی ئەتووی هەڵخەڵەتێنن فإن حسبك الله تأمين بە الله تعالى كافية لە بۆ تو ئەو زاتەی کەوا هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أو ذاتك والتأييد تويكر يا رسول الله بنصرتي خوي وهو التأييد تويكر بويك ويا إيمان داران بونا بالبشتيتو كاوش توفيق خوي قوري سبحانه وتعالى. يتلى تفسير قاسمي دله وإن يريد أن يخدعوك أي بالصلح لتكف عنهم ظاهرا وفي نيتهم الغدر. أجل ما بستيان أو بكوا أو صلح لقال دكان تاكوتو ظاهرا تمشان دكيد داوي صلح دكان تاكو أتو قتاليان لقلنا بلام وفي نيتهم الغدر بلام أوان لنيتيان دا هبو كوا عهدو بميان بشتين هركاتك لبان رقدا كوي واتمان بس هالخلطان دنبو لو صلحك الكرديان لو حالتي فإن حسبك الله أي كافيك بنصره ومعونته حتى الله تعالى لبوتو كافية كوا يارمتيد بداو بسرد بيخي. قال مجاهد يريد قريضة وكم مجاهد لبتايبتيش درباري بني قريظة وكتما أولى سبب نزوله بلام بعامج لفظك والآية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كبرامبر بهم كافرا. فإن حسبك الله وكل تفسير السعدي ضله أي كافيك ما يؤذيك. الله تعالى كافية لويكوا أوشتان دبتما يشو آزال لبوتو بتباريزي وهو القائم بمصالحك ومهماتك. هل أوزاتش الله تعالى أوي لمصلحتي تو أوي لكارباري تو أخوي لابد دابينك ودستبرك فقد سبق لك كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك. لبيشو تريش خوي جور سبحانه وتعالى أوهندا خاونداريتي توي كردية بنصرتي خوي وبيارمتي داني تو كوابب تمايو كوات مطمئن بك توكرد لسر أوزاته. باشان هلا قاسم دي ثم علل كفايته له بما أنعم عليه من تأييده صلى الله عليه وسلم بنصره وبالمؤمنين. ذا خوي يقول يعني دفرمي كخوي يقول فإن حسبك الله كالله كافي لبتو علكش أوي تماشاك خوي يقول كوي تأييدي توي كردية بنصرتي خوي وبإيمان داران هو الذي أيدك بنصره. هلا تفسير قاسم دي أي يوم بدر بعد الضعف تمشاك أخوي جورا كو تأييدي توي كرب نصرتي خوي بتايبتي لبدر لدوائك أنقول وازب من غير إعداد قوة ولا رباط ببيوك أنقول إعداد شواتان هبي لجمارة ولا سلاح دا لمقابل مرة أخوي يقول كو تأييدي توي كرب نصرتي خوي وبالمؤمنين وكل صعدي دله أي أعانك بمعونة سماوية. خوي يقول يارمتي دا تودا يارمتي توي دا بە یارمەتێک لە ئاسمانەوە بە دابەزینی مەلائیکەت بەو نەسرەتەی کە پێیان بوو
بو نصرتك خواي قور بيتي بخشي ومعونة بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك وروكو خواي قور يارمتي تويدا بسي ويكواد دلي أو إيمان دارانا كخواي قروان ليك ذكوات تأيدي توب كانوا بابن آلتك لبو نصرتي دو كواتا خواي قور تأيدي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هم بو نصرتي كاللان خواي وناردتي هم بو إيمان داراني كوابال پشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبو سرخصني دينكي وكل محردا لما أمر الله تعالى في الآية المتقدمة بالصلح كاتك ولا آت بيشتر خواي قورا فرماني كرك الصلح بكين وكان طلب السلم والهدنة من العدو وبتايبتيش كاتك دجمنان داوى الصلح يانكر قد يكون خديعة حربية يعني أن وكو فعلية حربي أو صلح داوى ليغزو المسلمين ليغر المسلمين بالمصالحة تاوكم مسلمان واهل خلطين كوائمان لصلح داينا ثم يأخذوهم على غرة عشان بين أوزال لنا كاوتش عدو بمان بشينو دست خوان بوشين لمسلمان ذكر في هذه الآية حكم الصلح كواتا لو آتا بس لحكم الصلح ذاك إن صالحوا على سبيل المخادعة أجر بونيا زي أو صلحان كلبوي هل خلطين وأنه يجب قبول ذلك الصلح ولا آت بيشتريش برمي فاجنح لها بيشتريش الصلح قبول بكي وأن يأخذ الأعداء على ظاهر حالهم تعامل إنسان لدنيا ذا لسر ظاهر علينا بالظاهر والله يتولى سرائر ويحملهم على الصدق وهو بالصدق لقل تعامل بكي كوان ظاهرا داوي صلح أتوش صلح يعني لقل داوبك مقابل كشت بالصادق وبرازقو بزانا لأنه الخلق الإسلامي وشأن أهل المروءة خروشتي مسلمانان أو هاي كفرمان ما بيكلا وهروها أهل مروءة بيوتش هروا التعامل لقل مقابل كذب كيبة باتشي وهروها تصور بكي كأيش باك لقلتو ولا تكون الخديعة بمثل نكث العهد وهروها نابئة فكر لخديعة بكي وبويكوا عهد بيمان بشين ببيئة قاداري فإذا بعث العدو كفرهم على ارتكاب مثل هذا التسفل فإن الله تكفل للوفي بعهد أن يقيه شر خيانة الخائنين كواتا كسانش كافر كاتي كوا كفر كان هانيان ددا أو خوروش تنزم بكار من لبوي كوا خداع لقلبكن لمقابل دا أتو توكل سرخوايو لصالح أساسي صدق تعمل لقلب كدينا وباز بزان خواي قور سبحانه وتعالى أتوي دا باريزي لخيانتي خيانة كاران خواي قور سبحانه وتعالى حسبي تو خواي قور كافية لبوتو وهلها هل تفسير محرر هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إن قيل لما قال هو الذي أيدك بنصره فأي حاجة لما قال هو الذي أيدك بنصر كاتك وخواي قور فرموي هو الذي أيدك بنصره خواي قور أتوي تأيد كلا بنصرة خوي فأي حاجة مع نصر إلى المؤمنين إذا باش خو نصرتي خواي قور كافية هو الذي أيدك بنصره نصرت خواي قور كافية أدلو خواي قور دفرمي بنصره وبالمؤمنين تبيش بإيمان داران هي قلنا التأييد ليس إلا من الله التأييد هر هموي للآن الله تعالى يتركدي تدوبش يشان ما يحصل من غير واسطة أسباب معلومة معتادة نصرتك يا خواي يقول الآن خوي وما النصر إلا من عند الله ببيه هيت سببش كخواي يقول دينيري سبحانه وتعالى الآن خوي الثاني ما يحصل بواسطة أسباب معلومة معتادة كوات أوي دوام بهو كاري كوازان راوة كوات يكميان هو المراد من قول أيدك بنصره أوي دوام بهو بالمؤمن كوات وبستك الليلة هو الذي أيدك بنصره تأييد خواي يقول لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو هر إيمان دارك بدو شوية بنصرتك للآن خويا وكباه هيت حسابك هيت أسبابك ظاهرين يان بنوع دوام بأسباب ظاهري وكو تأييد إيمان داران كخواي يقول موفقيان ذاك لبو تأييد بيغمبر صلى الله عليه وسلم باشان لآتري دواتري دفن وأيدك بالمؤمنين أو إيمان داران أو ذا خواي يقول سبحانه وتعالى لزمني تأييدي لبو إيمان داران لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم تيكر وألف بين قلوبهم كات أو كاتا إيمان داران دبنا باربج لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتك دا دلكان يان بيكو قريدرا بفضل خواي قولا وألف بين قلوبهم أو إيمان داراني كوا الله تعالى تأليفي كردي لنيوان دلكان يان ودلكان يان كوكرتو لقال يكتري لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
یا رسول الله ئەگەر ئەوەی لەسەر ڕووی زەوی هەمووی زێر و زی و بی و مڵکی تو بیبەخشی لە پێناوی کەوا دڵەکانی پێکۆگرێ بدەی ناتوانی ما ئەلەفتە بەینە قولوبهم ولكن الله ئەلەفە بەینەهم بەڵام الله تعالى ئەو دڵانی لەگەڵ یەکتری گرێدا لەبەرەوەی ئینەه عەزیز حەکیم بێگومان ئەو زاتە عەزیزە و حەکیمە وەکو دەین باسی دەکەین وألف بين قلوبهم كواتە بەڕاستی ئەو کاتە ئیمانداران دەبنە پاڵ پشت و تەئید لەوە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کاتێکەوە یەکدەستن دڵەکان لەگەڵ یەکتری گرێدایە بە فەزلی خوای گەورەکەوە ئەو دڵانە پێکەوە گرێ دەدا وألف بين قلوبهم أي جمع بين قلوبهم وكلمتهم كواتە دڵەکانیانی لەگەڵ یەکتری گرێدایە و ئینجا بووینە خاوەن یەک کەلیمە و یەک مەنهەج و یەک ڕێڕە و بالهدى الذي بعثك الله به إليهم بس أودلاني لقال يكتري قريدا بو هدايتي كخواي قول بيغمبري بيروان كريم صلى الله عليه وسلم بعدما كان فيها العصبية والضغينة بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو كسانك نيردرا كوا فعلا أوان تندين صال دجات لنوان يكتريان هبو وكو أوسو خزرج كوا دواتري كخواي قول هدايتان بون أنصار لبو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو هدايتي كخواي قول بيغمبري بيروان كرديا لو أنفقت ما في الأرض جميعا أوي لسر روي زوي أجر هموي ملشي توبي من الذهب والفضة لزير زيو هموي ملشي توبي هموي ببخشي نبيناويك تلكان لقال يكتري قريب دي ما ألفت بين قلوبهم ناتواني وتأليف بكي إذ لا يدخل ذلك تحت قدرة البشر قريداني دلكان لدس بشرنية سبحان الله لكونه من عالم الغيب براستي مسألة قريد زۆر جاران دەبین زۆر تەجەمعات و زۆر جەماعات دەبینی ظاهرا لەگەڵ یەکترینە بەڵاو خوای گەورە دەفەرمێ وقلوبهم شتى دڵەکانی هەرێک و بەلایەکە و هەرێک لە دوو مەسلحەتی یەکە بەڵام لە مەسلحەتی خۆیتی بەڵام مەسلحەتی عام کۆیانی کردیتەوە بەڵام قلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بەڵام ئەوەی کە خوای گەورە دەیکا بە هیدایەت و بە ئیمان ئەوەی دڵی کەسانێکی ئیماندار لەگەڵ یەکتری گرێ دەدا ئەگەر بێت و هەموو سەر ڕووی زەوی ئیتوبی بتەوێت کەسانێک ئەوە دڵیان لەگەڵ یەکتری گرێ بدرێ ناتوانی بەڵام الله تعالى ولكن الله ألف بينهم أي بين قلوبهم خوای گەورە دڵەکان لەگەڵ یەکتری گرێدایە بەچی بدينه الذي جمعهم إليه بەو دین و هیدایەتەی کەوا ناردیتی خوای گەورە هەموویانی کۆ کردیتەوە هەم بە ظاهر هەم بە باتنیش کەوا دڵەکان لەگەڵ یەکتری گرێدایە إنه عزيز أي غالب في ملكه وسلطانه الله تعالى عزيزة غالبة بتوانايا لملك خوي لسلطان خوي على كل ظاهر وباطن خوي قول هذا صلاتي هي لنا ملك سلطاني خوي لسر هموش تشي ظاهر وباطن لسر هموش تشي ظاهر لنا لسر باطن كانش خوي قول الله كانش لبرد صلاتي أو غلبي لسر همود الله كانش كده سبحانه وتعالى حكيميشا فاقتضت حكمته ذلك إتر خواي قول حكمتك واد خوازك وإيمان داران دلكان اللي قال يكتري قريبدا لما فيه من تأييد دينه وإعلاء كلمته كاتك وخواي قول سبحانه وتعالى أدلان اللي قال يكتري قريبدا حكمتي تدا كادب لنتيجة تأييد دينك كي بيدك كلمة توحيد بيبرز دكاتوا زمخشري الرحمة خوالي بدل التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات الباهرة وراستي قريداني دلكاني أو كساني كوا بيغمر صلى الله عليه وسلم لبويا نادرا براستي أكل معزات كان لأن العرب لما فيه من الحمية والعصبية براستي عرب بتايبتي عشيرة قرية زور عجيب يعني التعصب يعني بو عشيرة قرية هبو والانطواء على الضغينة في أدنى شيء وحرو لسد بسيط ترين شد رقيان لدريان هالدقر برانبر يكتري وإلقاء بين أعينهم إلى أن ينتقموا لسر بسيط ترين شد حقديان لدريان هالدقر برانبر يكتري لحر كاتيك والبوان براخ صبا انتقاميان ذكر دوا لا يكاد يأتلف منهم قلبان خريق بدل هزدو دلي دغل يكتري نبن أو هندا عزيبون ثم اتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلام لسر اتباع وشوين كوتيني بيان صلى الله عليه وسلم خواهي ودركاني هم لقل يكتري قريدان كواتا براستي ويكا وكو زمخشي دل يكلا معجزات كان
لەو ئیسلامەتێکەوە لەسەر دەستی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بە فەزلی خوای گەورە هاتە دی ئەوە بوو کەوا ئەو کەسان کەوا چەندین ساڵ شەڕیان لەگەڵ یەکتری بوو لەسەر شتی زۆر بەسیط خوای گەورە دڵەکانی لەگەڵ یەکتری گرێدان. لە محەڕەرش دەڵێ ئەو ئاتە حجة على قبول الإجماع ئەو ئاتە حجەیە لەسەر ئەوەی کە ئەگەر ئیجماعی ئومەت لەسەر شتێک بوو پێویستە بە بەڵگە وەرگیرێ ولزومه لزوم نص القرآن إجماعي أمات بيويست ببلغة وجيري وكو نصش قرآن إذ محال أن تتفق الألسن على شيء إلا وقد ائتلفت قلوب الناطقين به. بري محالة دلي زماني كسانيك همويان بيكو لسر شتيك متفق بي مگر دلكان لقل يكتري قرينا درابي لبر أول لأن الألسنة مترجمة عن الضمائر وما حواها إتر لبروي زمان ئەوەی کە لە دڵی دەردەچی ئەوەی بەسەر زمان دادێ ئیتر کاگە لەسەر قەولێک هەموو ئومەت ئیجماعی هەبوو ئەو بەڵگە لەسەر دڵەکانیان هەمووی لەسەر ئەو قەزیە ئیجماعی هەیە و وەخوای گەورە سوبحانه وتعالى هەر ئەوە کەوا دڵەکان لەگەڵ یەکتری گرێت دەکات ئەگەر ئومەتی ئیسلام لەسەر شتێک ئیجماعیان هەبوو وەکو بەڵگەیەکی شەرعی وەکو قورئان و سونە وەردەگیرێ لەبەرەوە فەزلی خوای گەورە دڵەکانی لەگەڵ یەکتری گرێدا و لە نەتیجەدا قەولەکانیشیان وەکو یەکە ئیتر ئەو ئاتەش دەفەرمیێ یەکە لە بەڵگەکان لەسەر حجیەت و ئەوەی کەوا کە ئیجماع بە بەڵگە دەچێتن لە شەرعی خوای گەورە سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.